ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ معاكم مطبخ اكلة سما. والنهاردة عندنا وصفتنا وصفة سهلة وبسيطة وكلنا بنحبها قوي. عندنا النهاردة مجموعة محاشي وهيبقى سهل ولذيذ. عندنا محشي كرنب، وعندنا محشي كوسة، ومحشي جزر. يلا نعمل تشكيلة المحاشي دي مع بعض. اول خطوه معانا يا حبايبي النهارده وهي ان انا هسلق الكرنب الاول. انا اول حاجه عملتها ان انا حطيت حله على النار، وبعدين حطيت فيها ميه وسبتها تغلي عشان اسقط فيها الكرنبه عشان نسلقها. انا دلوقتي كرنبتها اهي نضيفه حلوه. شلت الورق اللي كان فوق الاخضر ما بستخدموش. هشيل بقى راس الكرنبة من فوق، اطلعها. طلعتها. وبعدين يا بنات في طريقتين لان انت تسلقي الكرنبة، لا اما تقطعيها نصين، لا اما تطلعي كل ورق لوحدها. بس انا هقطعها نصين عشان احط كل نص لوحده في الحلة. ده بيكون اسهل. بعد ما فرمت البصله يا حبايبي لا ناعم ولا خشن وسط، هحط ماده دهنيه في الطاسه بتاعتي عباره عن زيت وسمنه. وبعد كده هنزل بالبصله عشان تتشوح. انا عايزه البصله تبقى لونها صفري كده، ما تبقاش محروقه، يعني متبله. هسيبها على نار هاديه لحد ما تتبل، واكون انا عملت فرمت الطماطم. هقطع معاكم الطماطم علشان افرمها. بصوا يا بنات، انا ما قلتلكوش كيلوات، لان كل واحد وعلى حسب الاسره بتاعته. يعني انت عارفه كل اسرتك مقدارها قدين في الاكل، وبتجيبي على قد ايه مقدار اسرتك. انا مش هقولك على مقدار طماطم ولا المحاشي ولا اي حاجه، لان انت بتشوفي مقدارك وبتعمليه. فانا هفرم الطماطم ومع بالي البصله بتاعتي تتحمر عشان انزل عليها بالطماطم عشان تتسبك. ودي حبايب البصله، وبعد ما اتسبلت اهي هنزل عليها بعصير الطماطم اللي انا عملته. ودي الكرنبة النص التاني نزلته. انا عملت النص الاولاني وبسلق في النص التاني اهو. حطي كل حاجة على عين، هتلاقي كل حاجة معاكي سهلة وبسيطة وهتنجز معاكي في اسرع وقت. هسيب بقى يا حبايبي الطماطم تتسبك مع نفسها كده لحد لما اقور الكوسة والجزر. خليكم معايا. بصوا بقى يا بنات، انا اول حاجه بعملها ان انا بشيل القمع بتاع الكوسه من فوق كله. بعد ما خلصت هجيب بقى الكوسه. اول حاجه بعملها ان انا بدي شكل الكوسه مش هنشر كده، بخلي الكوسه لها شكل كده وكيان. فهبدا كلهم واخلصهم، وبعدين هوريكم كل حاجه وانا بعملها واحده واحده. يعني انا شلت القمع الاول، بعد كده جبت الكوسه وعملتها بالمقوار على الشكل مشنشر، وبقى شكلها حلو ازاي. دي بتبقى الكوسه شكلها مشنشر وحلو. انا هعمل الكميه بتاعتي كلها واخلصها، وبعد ما اخلص هوريها لكم. وبكده يا حبايبي شكل الكوسه بعد ما خلصتها. هقورها، بس قبل ما اقورها هعمل الجزر. الكوسه ديت يا حبايبي انا قبل ما اعمل لها الشكل بتاعها ده، انا جبتها وغسلتها كويس جدا، وبعد كده عملتها بالمقوار بقت بالشكل ده.
دلوقتي هركنها على جنب واجيب الجزر علشان ان انا اعرف اقوره. انا هشيل القمع اللي فوق بتاع الجزر كله، قمع الجزرية كله هشيله عشان اعرف اقوره، لان هقوره من هنا. فانا هشيل كل القمع اهو، خلصته. وهعمل فيه ايه بقى؟ حلة على نار، حلة هحطها في على النار على البوتاجاز، وهحط فيها مية، وهنزل بالجزر لما تغلي. هنزل الجزر في الحلة، اسلقه لمدة 5 دقايق، 5 دقايق بس يتسلق. وبعد كده هطلعه علشان اقشره واقوره، وهوريكم طريقته لما اخلصه. انا دلوقتي هحط حلة على النار واسيب المية واحط فيها مية تغلي عشان الجزر. دلوقتي يا بنات هقور الكوسة. همسك الكوسة كده والمقوار، وهاجي في النص واقور بالراحه. على فكره بالراحه، لان الكوسه دي يعني تقوير الكوسه بيبقى لازم بالراحه بحرص، لانها بتتكسر. فخليكي حريصه وانتي بتقوري الكوسه، وفي نفس الوقت سريعه، خليكي سريعه. هقور كده اهيت، حاول اوصل للاخر بس ما اخرمش الكوسه من تحت يعني. شفتوا؟ ما شاء الله، بسم الله. واحده واحده هتطلعي احلى كوسه معاكش. شفتوا؟ اهيت اهي. اهيت يا بنات، وادي شكل الكوسه من جوه اهيت ومن بره. ودي الكوسه يا بنات بعد ما خلصتها خالص وعملتها. هشطفها بقى واسيبها على جنب لحد ما اعمل خلطه المحشي. وده الجزر بعد ما سلقته 5 دقايق بس، ما طولتش عليه، 5 دقايق اهو. هسيبه يهدى وبعد كده اقوره. يا بنات بعد ما الجزر برد شويه، هو دافي بس هقدر اللي انا اعمله. هاجي بقى ازاي؟ همسك الجزرايه برضو زي الكوسه، وهعملها شنشره، اقشرها كده، هقشر القشره اللي عليها من بره، او بمعنى اصح جيب قشرة البطاطس اقشر بيها احسن. هعمله بقشرة البطاطس بالراحة عشان اشيل الطبقة اللي عليه من بره كلها. ده يا حبايبي الجزر بعد ما اتسلق وقشرته، هبدأ اقوره. ندخل بسم الله واحدة واحدة. لف واحدة واحدة بالراحة كده لحد ما تتقور معايا اهيت. ادخلها اقور، احاول اعمل كده بالراحة على قد ما اقدر عشان ما تتكسرش. هي هتتخرب مش هتتكسر اهي. طلعت واحدة هقور. يا رب احسن بين ايديا يا رب. اللهم صل على النبي. اهوت اهي يا بنات، شايفين؟ واحدة واحدة اهي يا بنات. دورت اهي. هعمل الباقي واجهزه. وادي الجزر بعد ما قورته اهو يا بنات. الجزر كله اهو، والكوسة كمان شطفته وسبته على جنب علشان يبقى جاهز للمحشي. وادي الكرنب بتاعنا هو كمان اتسلق. شفتوا يا بنات؟ مخدش حاجة والله. تعرفي منين ان الكرنبه بقى اتسلقت معاكي؟ الورق اتسلق معاكي وهو كويس. لما تيجي تعملي كده شفتي تلاقيها اتقطعت معاكي. شفتوا؟ تعرفي ان هو استوى كده.
تقومي مطلعاه من الميه على طول في طبق فيه ميه ساقعه، وتقومي نازله من الحله اللي كان في الميه السخنه، تطلعيه من الميه السخنه اللي على البوتاجاز، تحطيه تسقطيه على طول في الميه الساقعه في الطبق على طول. والتسبيكه بتاعتنا كمان خلصت. بصوا يا بنات، انا بحط على التسبيكه في الاخر قبل ما تستوي قوي معلقه سكر كبيره علشان الحموضه دي، بتشيل الحموضه، ما تحسيش ان الاكل حامي، وبديها طعم حلو قوي ومسكر. وطبعا بحط الملح، حطيت معلقه ونص ملح على الصلصه، وقلبتهم في بعض واتسبكت وركنتها على جنب لحد بقى ما اغسل الرز بتاعنا وقطع الكرنب. هقطع الكرنب، هوريكم دلوقتي هقطعه ازاي. بس الاول عندي بطايه حلوه كده، لازم المحشي ما ينفعش معاه الا بطايه. معايا بطايه، هحط حله على النار عشان اشوح البطايه، وبعد ما تتشوح انزل بالميه المغليه اللي انا حطاها على البوتاجاز بتغلي دلوقتي، ميه مغليه عشان انزل على البطه بالميه المغليه على طول. ادي الكرنب خليكم معايا. بعد ما اتسلق هجيب القطاع عشان اقطعه عشان يبقى جاهز على طول للحشو. انا بقطعها كده، بقوم لفاها، تلفيها رول، بقطع على قد ما انا عايزه. يعني لو مانتش عارفه قيسي على قد الصبع بتاعك الاولاني وقطعي عليه، وبعد كده بقى قيسي عليه واحده واحده. هتعرفي تعملي تقطعي الكرنب بالنظر عشان يبقى صغير. انا بحب الكرنب الصابع صغير ورفيع. هقطع معاكم كمان ورقه تانية اهيت اهو. بسم الله ما شاء الله يا حبايبي، الكرنبه جميله واتسلقت وورقها ما شاء الله حلو. انا كده يا بنات قطعت وخلصت على قد الكميه اللي انا هحشي بيها الحله، والباقي هخلصه واقطعه وارفعه في الفريزر. دلوقتي انا عملت دول عشان هحشي على قد الحله بتاعتي، والباقي هبقى اشيله وارفعه في الفريزر. عندنا ربطه شبت على كزبره، هقطعها صغير خالص عشان احطها على خلطه المحشي. ودي الخضره قطعتها كلها، احطها في طبق واسيبها على جنب. نزلها في طبق اهي يا حبايبي. عندي 3 بصلات حجم وسط، واحدة هقطعها واحطها على البطة بتاعتنا بعد ما اتشوحت ونزلت المية المغلية عليها. قطعتها وخلصتها اهو. هنزل بمعلقة ملح، مش كل الملح كله، مش هحط الكمية كلها عشان لسه البطة ما استوتش. معلقة ملح ومعلقة فلفل اسمر. انا حطيت على البطه بعد ما نزلت الميه حبهان وورق لورا. هدعكها بقى كده الملح مع الفلفل الاسمر مع البصل، وهنزل على البطه بيهم. عندي البصله التانية اهيت، وطماطمايه صغيره وقرن فلفل، هقطعهم واحطهم في الحله اللي انا هحشي فيها الكرنب. جربوا الطريقه ديت هتعجبكم اه والله يا حبايبي. اهو شكل الحله اهوت. وهاخد شويه خضره محشي من اللي انا خرطتها واحطها عليه كده. بقت عندي كده الحله جاهزه للحشي فيها. هقفل عليها. البصله التالتة بقى ديت انا هحطها في الكبه، اقطعها نصين وانزلها في الكبه تتبشر ناعم خالص علشان احطها على المحشي. وجينا بقى لخلطه المحشي يا بنات. ده عندي رز انا غسلته كويس وصفيته. اجي بقى للخلطه، بصله مبشوره ناعمه و5 فصوص توم ناعمين، هنزل بيهم على الرز
وعندي بهارات، معلقة فلفل اسمر صغيرة، معلقة كمون صغيرة برضو، معلقة بهارات محشي صغيرة، ومعلقة كزبرة ناشفة معلقة صغيرة، وعندي ربع معلقة جنزبيل بودر، وعندي شوية نعناع ناشف بيدي طعم حلو للاكل وما بيعملش مغص ولا انتفاخ. واجي بقى بشوية زيت، هنزل بالزيت على الاكل واقلبهم. بعد ما انزل بالزيت حاجة بسيطة هقلب كله مع بعضه كده عشان البهارات والبصل والثوم ياخدوا ويدوا من الرز، يبقى الرز طعمه مبهر وحلو ويدي طعم للمحشية. هقلب كويس يا بنات قبل ما احط الصلصة، اقلبهم مع بعض كويس. بعد ما قلبته كويس يا بنات اهو كله، هجيب الصلصة وانزلها عليه. ادي الصلصة بتاعتنا يا حبايبي بعد ما خلصت ما شاء الله. شوفوا حمرة عشان الطماطم اللي انا كنت جايباها حمرة. هنزل بقى عليها بالصلصة واحدة واحدة بس، واقلب اقلبهم مع بعض. وبعد ما خلطت الصلصة بالرز والبهارات هنزل باخر حاجة بقى اللي هي الخضرة. انا بحب احط الخضرة في الاخر علشان ما تسمرش وتدبل من الصلصة. اهي يا بنات هنزل عليها واقلب. بسم الله، الله اكبر، اللهم صل على النبي. ريحة التوابل في المحشي ما شاء الله، روعة روعة والله يا بنات ما شاء الله. حلوة قوي كده، جميلة ما شاء الله. بعد ما خلصت اهي يلا عشان نحشي حاجة يا بنات. اول حاجة يا بنات هحشيها وهو الكرنب. هاخد الورقة صغيرة كده والفها جامد جامد عشان ما تفكش مني اول ما الرز يغلي. اهي ورقة كمان اهي اهيت، هقطعها على قد الاربع صوابع اهيت. احط الرز والف بالراحة اهو اهو واحط في الحلة. وده يا حبايبي الشكل النهائي للمحشي. خلصت حلة المحشي. هحط اعده بقى شوربة واولع عليه على نار عالية، واول ما يبدأ يغلي هوطي عليه خالص عشان يستوي مع نفسه على نار هادية. وده يا حبايبي بعد ما حطيت الشوربة بتاعت البط عليه بديله هزتين شوية كده لحد ما يتشرب كله والشوربة كلها تدخل في المحشي ويبقى قعده مظبوط كده. عندي القعد بتاعه مظبوط. احط الطبق ده بقى واولع عليه يا دوبك يغلي، وبعد كده ههدي عليه النار. هاجي بقى يا حبايبي لمحشي الكوسة عشان احشيه هو ومحشي الجزر. انا بقى هحشي الكوسة بلحمة مفرومة ورز بس. ما حطيت التوابل يا بنات وحطيت الرز وعملتهم مع بعض خلطتهم مع بعض. هبدأ ان انا احشي الكوسة والجزر. هحشي الكوسة بقى بالراحة كده بالراحة بس مش ما اكبسهاش يا بنات، يعني حاجة بسيطة ندخل بالراحة عشان ما تبقاش مكتومة وتفرقع منك على النار وتتفتح كده اهي اهي يا بنات اهي اهي.
يلا هعمل واحده غيرها اهيت اهي. هنزل بالراحه واحشيها كده واحده واحده وارصها في الصينيه. انا ما بفرش حاجه في الصينيه علشان لما تدخل الفرن تبقى ناشفه ومتحمره من فوق ومن تحت. هعمل كمان واحده جزر عشان اوريها لكم، وبعد كده هحطها بعد ما اخلص الكوسه ومحشي الجزر هحط لهم شوربه واولع عليهم على طول. هوريكم بقى الشكل النهائي ليهم بعد ما حشيتها ورصيتها في الصينيه هي والجزر ونزلت عليهم بالشوربه. ده معيار الكوسه، ما بغطيهاش كلها لحد نصها كده او فوق من نصها شويه. دلوقتي هحطها على النار. خلصنا محشي الكرنب وبقى شكله اهوت النهائي. وده محشي الكوسه والجزر المحشي لحمه مفرومه ورز. طعمه جميل وحلو وجميل قوي. يا رب يكون عجبكم. وديت البطايه، البطه بتاعتنا جميله. كانت وصفتنا النهارده عباره عن محشي كرنب ومحشي كوسه ومحشي جزر باللحمه المفرومه. يا رب تكون عجبكم وصفتنا مجموعه محاشي مشكله. جربوها وطبقوا وصفاتي ويقولوا لي ايه رايكم فيها. ودايما في جديد واسهل من اكل بيتي في مطبخ اكله سما. يا رب يكون عجبكم. هستنى تعليقاتكم وارائكم. لو عجبتكم الحلقه اضغطوا لايك وشير وسبسكرايب، ويا ريت تشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.